أركان الإسلام تعد 5 وهي الشهادتان خذ لا تنسى صلاة الزكاة والصيام وحج بيت الله ذا ختام. أركان الإيمان ب6 تعد وفي الحديث والكتاب قد ورد إيماننا بالله والملائكة وكتب ورسل من ذلك واليوم الآخر وخير القدر وشره والقدرية فاحذري. إحساننا تعريفه المراقبة لله طوعا فافهم المخاطبة أن تعبد الله كأنك ترى إن لم تكن ترى فإنه يرى. وركن لا إله إلا الله النفي والإثبات منتهاه ولا إله نافيا جميع ما يعبد من دون العلي فاعلما. ومثبتا يكون إلا الله عبادة الخالق لا سواه تفسيرها الصحيح لا معبودا بالحق إلا الله كن ودودا. وحجة التقدير يا إنسان الأنبياء بعدها لقمان وزخرف تفسيرها توضح إلا الذي فضلني يسرح. شروطها علم يقين يا فتى إخلاص صدق محبة أتى والانقياد والقبول الكفر بكل طاغوت أتانا الأمر. ومقتضى محمد رسول تصديقه في كل ما يقول طاعة أمره اجتناب ما نهى عنه وترك بدعة قد انتهى. شرط الصلاة 9 إسلام والعقل والتمييز يا غلام والرفع للحدث والنجاسة والستر للعورة خل لباسا ثم دخول الوقت واستقبال لقبلة ونية تقال. أركانها 4 مع 10 وهي القيام مع وجود القدرة تكبيرة الإحرام والقراءة فاتحة الكتاب خذ أداءه ثم الركوع واعتدال بعده ثم السجود وارتفاع إثره. وهكذا الجلسة بين السجدتين فعل الطمأنينة ركن دون مين عاشرها الترتيب في الأركان ثم التشهد الأخير الثاني له الجلوس والصلاة للنبي والآخر التسليم فاحفظ تصيبي. فالواجبات للصلاة تالية وهي بعد عندهم 8 فكل تكبير سوى الإحرام وقول مفرد كذا الإمام أي سمع الله لمن حمده للكل ربنا ولك حمده. سبحان ربي العظيم رابع سبحان ربي العلي تابع هذا محله السجود دائما وذاك في الركوع كان لازما. وطلب الغفران بين السجدتين وتشهد الأول بعد الركعتين ثم له الجلوس آخرا أتى فاحفظ أخي أبياتها شرفتا. فالمبطلات للصلاة عددا كالواجبات خل تلقى الرشدا وهي الكلام العمد مع تذكر والعلم والجاهل والناس عذاري والضحك والأكل كذاك الشرب تكشف العورة منه اللعب والانحراف إن كثر عن قبله والانتقاض في الوضوء زد له.